يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. الفيديو بتاع النهارده بقى ده لما بكون قاعده كده رايقه كده وعايزه اعمل حاجه حلوه. عايزه اقول لكم ان انا بعمل البطاطا بالطريقه دي وما بملش منها ابدا. لو عشاق القرفه عايزه اقول لكم ان انتوا هتعشقوا البطاطا بالطريقه دي. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. اول حاجه انا عندي البطاطا، الكميه اللي انتوا عايزينها، بس دي بتعمليها على قدك. يعني انا عملتها ببطاطتين بس. هما اللي يعني عملتهم يعني بالاتنين دول بس. لو حابين تعملوا اكتر وتزودوا تمام، بس انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بنعملها وما بتقعدش، يعني حلوه تتاكل فريش. تعملوها وتاكلوها على طول. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها لذيذ جدا وما ينفعش تقعد. فبلاش تقعد، حتى لو قعدت في التلاجة بعد كده هتجلد وتبوظ. فيستحسن ان انتوا تعملوها وتاكلوها على طول، فاعملوها على القد. فانا قطعت كده البطاطا بالشكل ده بالشرايح دي. وهحتاج طاسة، هي سهلة جدا ما بتاخدش 10 دقايق معاكي كده وانتي واقفة في المطبخ. تحطي بقى الطاسة كده على النار وتحطي معلقة زبدة كبيرة وتسيحيها في الطاسة. وبعدين بتاخدي شرايح البطاطا، واول ما الزبدة تسيح بننزل بقى بشرايح البطاطا على الزبدة وهنرصها بقى بالشكل ده كده. المهم الشريحة بتاعت البطاطا ما تبقاش اتخن من كده علشان تستوي معاكي على طول وتبقى سهلة في التسوية وما تاخدش وقت. بصوا، على فكرة الطريقة دي سهلة جدا، ما بتاخدش خالص وقت في التسوية، لاني انا مقطعة البطاطا شريحة متوسطة، مش تخينة قوي عشان تستوي على طول. بصوا شوية بقى وهنشم الريحة الجنان. هنا بقى انا بضيف السكر بتاعي، السكر زي ما انتوا عايزين. يعني ضيفي معلقتين سكر كبار، 3 معالق، على حسب بقى ما كل واحد فينا بيحب السكر قد ايه. السكر مضر يعني، بس هو انا حطيت معلقتين سكر بيعملوا لها كده، عارفين زي بيخلوها تكرمل. السكر بيخليها تكرمل. واخر حاجه بقى كده برش عليها رشه قرفه. يا سلام على القرفه وجمالها. لعشاق القرفة عايزة اقول لكم الطريقة دي تجنن، بحبها قوي كده. هنا بقى الريحة لا تقاوم، بجد خطيرة. بصوا اول ما بنلاقي البطاطا من الناحية التانية اتحمرت وخدت اللون الجميل ده، بنقلبها بقى على الناحية التانية. بصوا هنا بقى ريحة القرفة مع البطاطا والله العظيم لا لا لا، خطيرة. انا ما بملش من الوصفة دي بجد. بصوا بقى الجمال ده. هنا هضيف بقى عليها شوية مية وهغطيها، بس يعني مفيش، يا دوبك كده ربع ساعة وهتلاقيها استوت واقل كمان. خلاص كده بصوا هي استوت معايا. بصوا مكرملة ازاي مع القرفة والسكر، عاملين بجد شغل عالي قوي. بصوا الجمال، لونها وطعمها بقى حلو قوي بجد. جربوها وقولولي كده رأيكم ايه. انا دي عايزه اقول لكم وصفتي المفضله بجد. وشكلها عامل ازاي، الله الله الله، خطيره مستويه شايفين. استوت بسرعه جدا ومبتاخدش وقت خالص. من احلى وصفات البطاطا بجد اللي انا عملتها هي الوصفه دي. ليه؟ علشان القرفه، انا بعشق القرفه، بحب نكهه القرفه جدا في البطاطا، بتديها طعم مميز. عايزه اقول لكم بصوا شكلها عامل ازاي، حلوه قوي بجد. جربوها، الف هنا وشفا.